كنت بابيع على فيسبوك والدنيا بتاعتي ماشية كويس، مش بس كده كمان ما كنتش بادفع فلوس كتير في الإعلانات، هو ده بالضبط اللي العميل قاله أول ما جه يتواصل معانا. السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن محادثة حصلت بيننا وبين عميل وشغل بالفعل الحمد لله، كان بيشتكي من مشكلة وهي إنه شغال على فيسبوك بقى له كذا سنة ما شاء الله، وكان عامل مبيعات كويسة جدًا، ولكن مؤخرًا بقت النتايج تكلفتها بتعلى عليه أو الCPV بتاعه بيعلى، وهو مش عارف إيه السبب، رغم إن هو عمل الحاجات الطبيعية خالص، زي إن هو غيّر الlanding page بتاعته، كان كمان ما شاء الله عامل AB test على أكتر من land. ودي حاجة مش ناس كتير بتعملها، وكمان عمل سيشن تصوير كويسة سواء صور أو فيديو للمنتج بتاعه، غيّر الcontent واشتغل على إن هو يعمله على أكتر من angle، ودي نقطة إحنا كنا ذكرناها قبل كده من الحاجات اللي بتفرق جدًا، جدًا، إن أنت تخلّي الcontent بتاعك بيستهدف أكتر من زاوية مش مجرد زاوية معينة للعميل، وكمان حسّن التسعير بتاعه، كان عامل حاجات بتتباع single وحاجات بتتباع packaging مع بعض، وكانت الدنيا كويسة جدًا، ولكن فجأة مع كل التحسينات اللي كانت بتحصل دي على مدار الوقت الدنيا وقعت. طيب إيه اللي كان السبب؟ يبقى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول يا صديقي الكام حاجة اللي إحنا ذكرناهم في الأول قبل ما تعمل أي تحسينات، لو المنتج بتاعك دلوقتي ما بقاش يبيع زي قبل كده وفي نفس الوقت تكلفة الإعلانات بتاعتك غليت، مش أول حاجة بنجري عليها هي إن إحنا نزود البادجت، ده أحيانًا بيكون حل ولكن حل تاني أو تالت مش حل أولاني خالص. الحل الأولاني اللي أنت دايمًا تعمله ممكن نقول بالترتيب شوية، وهو إن أنت أول حاجة تغيّر الcreatives بتاعتك، الصور، الفيديوهات، الcontent، تغيّر المحتوى اللي أنت بتبان بيه، على قد ما تقدر دايمًا ده غيّره، لإن هو ده اللي بيتحرق بسرعة. إحنا أحيانًا بنستعجل ونقول إن المنتج اتحرق بسرعة، بس في الحقيقة هو المنتج ما اتحرقش بسرعة، هي الcreatives بتاعتك هي اللي اتحرقت وهي دي اللي بتتحرق بسرعة. فأنت خلّيك حريص إن الصور والفيديوهات زي ما قُلنا والcontent تكتب على أكتر من زاوية، دول يكونوا باستمرار بتعمل test عليهم وبتحسّن فيهم وتكمّل على طول، دي حاجة اللي أنت على طول بتعملها في الأول. تاني حاجة ممكن تعملها وهي إن أنت تتأكد من إن الland بتاعتك أو الصفحة بتاعتك كويسة، تاني حاجة ممكن تعملها وهي إن أنت تتأكد من إن الland بتاعتك أو الwebsite بتاعك كويس، سواء دي أنت بتقيسها على طريق نسبة الcontent view مقارنةً بالنسبة للي عملوا معاك purchase في الآخر، أو بأي حاجة تانية أنت عايز تقيسها بيها قيسها، المهم تتأكد إن الland بتاعتك مش هي اللي فيها مشكلة. ومن الحاجات الكويسة اللي أنت تعملها في الخطوة دي زي ما قُلنا، إن أنت تكون عندك أكتر من land شغال عليهم، أو أكتر من صفحة لو أنت بتشتغل على حتى صفحة تكون شغال عليهم، لإنك هتلاقي إن دايمًا في land أو في صفحة بتجيب أكتر من التانية، وعايز أقول لك يا صديقي إن فرق نُص في المِيّة بس كconversion rate في الآخر هيفرق معاك برقم كويس جدًا، فما تستهونش بالفروقات الصغيرة، لإنك لمّا تحسبها على كبير هتلاقي الفرق كبير مش صغير أبدًا. لحد هنا كل اللي إحنا بنقوله ده نوعًا ما بنعمله كتير. نيجي لحاجتين يعني من اللي أنا شايفه إن هم مش منتشرين أوي وفعلًا بيفرقوا جدًا، حتى بنلجأ لهم يعني تاني خطوة والّا حاجة، وهو إن أول حاجة إن أنت حاول تبيع منتج مع المنتج بتاعك، أرجوك يا صديقي استخدم الupsell والcross sell والdown sell. بيفرقوا معايا بأكتر ما أنت تتخيل، لو الأوردر بتاعي وليكن ب500 جنيه ده المتوسط حاليًا أو مش المتوسط أقل من المتوسط كمان، مجرد إنك تعمل upsell صغير جدًا أو cross sell صغير ممكن توصّل الaverage order value بتاعك 700 جنيه و800 جنيه كمان، والفكرة هنا مش إن أنت زوّدت 200 جنيه زيادة، يعني إحنا هنقول 700 جنيه بس أو حتى هنقول 600 جنيه بس، 100 جنيه فقط، الفكرة هنا مش إن أنت زوّدت 100 جنيه زيادة، الفكرة هنا إن الأرباح الزيادة أو الفلوس الزيادة بغض النظر عن هي قد إيه دي داخلة معاك صافي، يعني غير الحسبة الأولانية بتاعتك اللي أنت عندك شركة شحن أو fulfillment أو وعندك نسبة توصيل طبعًا بيقل منها شوية محترمين، ونسبة تسليمات بالفعل، لإن مش كل اللي إحنا هنوصّل لهم هيستلموا من الأساس، وعندك أكتر من حاجة في الآخر بتلاقي إن الربح بتاعك قَل شويتين حلوين، ولكن لمّا تشتغل على upsell أو cross sell أو down sell زي ما كنا بنقول، أنت الربح بتاعك زيادة 100% صافي، الorder كده طالع للعميل، بس الفكرة بدال ما العميل كان هيدفع 500 دفع 600. على سبيل المثال ال100 جنيه الزيادة هنا دي زي ما بنقول داخلة كده بأرباح صافية 100%، شركة الشحن مش هتاخد عليها فلوس زيادة، ما فيش نسبة تسليمات، هو كده الأوردر طالع للعميل، ما فيش أي حاجة من الحسبة بتاعتنا، فدايمًا الأرباح اللي داخلة 100% profit ليك دي عايز أقول لك كافية إن هي تسند business إن هو ما يقعش، فأنت دايمًا خلّي بالك إن المنتج على قد ما تقدر تعلّي الAOV بتاعه أو الaverage order value زي ما كنا بنقول. دي الحاجة الأولى، الحاجة التانية وإن هي بديهية جدًا بس لقيتها بقت تُقع مننا كتير للأسف، وهو الoperation بتاعك عامل إيه مع العميل، الoperation بتاعك فعلًا بيتابع مع العميل كويس وبيتابع مع شركة الشحن أو أنت أصلًا بتطلّع شركة الشحن من عندك،
السيركل دي ماشية كويس عندك والّا إيه نظامها؟ لإن زي ما أنت عارف شركة الشحن والأوبريشن الاتنين دول لو الدنيا فيهم مش مضبوطة دول ممكن يزعّلوك جامد جدًا في الأرباح، ده لو ما خسرتش لا قدّر الله، فخلّي عينك دايمًا على الاتنين دول، وما تنساش تهتم باللي إحنا قُلنا عليه في الأول. عايزين ننتقل سريعًا لنقطة تانية وهي حاجة من الحاجات اللي أنت تخلّي بالك منها وأنت بتعلّي الAOV بتاعك أو بتعمل upsell مثلًا، وهي المنتج اللي يطلع زيادة يكون ليه علاقة بالمنتج الأساسي بتاعك. على سبيل المثال كان معانا ماكينة حلاقة، ماكينة الحلالة دي كانت بتطلع بX ولكن العميل قرر إن هو يشحن مجانًا وكمان يطلّع شنطة معاها تحافظ عليها، شنطة waterproof وكمان ليها مكان إن هي تشحن من داخل الشنطة وخلّاها بX وربع، بدال الX بقى X وربع. عايز أقول لك إن الزيادة دي كانت في مصلحتنا جدًا وفي مصلحة العميل، فهنا الفكرة إن إحنا خلّينا الشنطة اللي طالعة مع المنتج اللي هو ماكينة الحلاقة هنا زي ما كنا بنقول هي related جدًا بالمنتج، فطبيعي جدًا إن العميل بيشتري حاجة وبيشتري حاجة صغيرة جنبها يحافظ عليها، لكن ما ينفعش أكون بابيع وليكن ماكينة حلاقة وجنبها بابيع headphones مثلًا أو حاجة زي كده، ده ما لوش علاقة بده تمامًا، العميل هيشتري ليه؟ بالمناسبة ممكن تلاقي عميل بيطلب حاجة زي كده، بس خلّي بالك من الحتّة دي لإن هي هتوقّع لك نسبة التسليمات، لإن ممكن العميل يكون مندفع إن هو يطلب منّك سواء عشان سعرك أو عشان أي حاجة، ولكن بعد كده هيقول لنفسه الجملة اللي إحنا كلّنا بنقولها، هو أنا جِبت ده وده ليه؟ هُم إيه علاقتهم ببعض أصلًا؟ ففي الأغلب ممكن نسبة التسليمات بتاعتك تزعل، فأنت خلّي بالك من إن المنتج اللي بتطلّعه المنتج التاني اللي أنت عايز تزوّد بيه الAOV بتاعك زي ما قُلنا، يكون ليه علاقة تمامًا بالمنتج الأولاني، مربوطين ببعض، دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية أرجوك يا صديقي ما تطمعش، ما ينفعش المنتج الأولاني تكون بتطلّعه وليكن زي ما كنا بنقول ب500 جنيه وعايز المنتج التاني تطلّعه ب500 جنيه، ده صعب جدًا للغاية، لإن الفكرة كلّها إن أنا هنا باقول للعميل بدل ما تدفع 500 جنيه ادفع 600 جنيه أو 700 جنيه وخُد package أكبر أو خُد حاجة أفضل أو value أعلى زي ما بنقول، فطبيعي إن الدنيا تمشي، لكن ما ينفعش أقول له بدل ما تدفع 500 جنيه ادفع 1000 جنيه، هي وارد تنفع ووارد تحصل. ولكن ده مش الأغلبية، يعني هنا باكلّمك على الأغلبية اللي هي مش هتتعبك في الأرقام بإذن الله، فخلّيك متأكد إن الحاجة التانية اللي بتطلّعها أو المنتج التاني اللي بيطلّعه يكون قيمته ما تتعدّاش الربع لتِلت المنتج الأولاني، طبعًا زي ما قُلنا هي بتختلف بنسبة صغيرة، بس العب في الريت الصغير عشان الدنيا ما تتعبكش، ونروح كمان لنقطة تانية وهو إن team الoperation وهو بيأكد على العميل، الteam ذات نفسه هنا ممكن هو اللي يعمل الupsell، يعني مش شرط وأنت بتبيع المنتج على الموقع تكون عامل upsell والّا cross sell أو عامل كل الحاجات دي على الsite ده ممكن يحصل، ولكن ممكن كمان الoperation هو اللي يكون بيعمل الupsell للعميل، وبالمناسبة يا صديقي أنا عايز أقول لك إن نسبة تسليمات الoperation يكاد يكون زي الwebsite لو ما كانش أكتر، دي تجربتي أنا، ممكن تجربتك أنت تقول حاجة تانية، بس برضه أنا حبيت أوضّح لك إن زي ما أنت هتقدر تعمل upsell أو غيره من عن طريق الwebsite تقدر تعمله عن طريق الoperation أو اللي بيأكد على العميل من خلالك. كمان كنت عايز أقول لك إن الupsell هنا أو إن أنا عايز أزوّد الAOV بتاعه مش عن طريق بس إن أنا لازمًا أطلّع منتج تاني مع المنتج الأولاني، في حاجة من الحاجات اللي كنا شغالين عليها وهي package خاصة بالشعر كروتين كانت بتتباع ب500 وكسر، الفكرة كلّها إن دي كانت بتقعد حوالي شهر ونُص تقريبًا. العميل زوّد الpackage شوية وخلّاها توصل ل3 شهور وكانت بتتباع ب700 بس، فلمّا أنت تيجي تحسبها من وجهة نظرك أنت كمشتري أو كuser مستخدم في الآخر، هتلاقي إن أنا ممكن أدفع 500 وكسر عشان تقعد معايا شهر ونُص، وممكن أدفع 700 يعني فرق 150 وأقل من 150 وتقعد معايا ضِعف المدة اللي هو 3 شهور، طبعًا هاشتري الحاجة التانية، دي من ضمن الحاجات اللي أنت كمان ممكن تعمل عليها upsell. إن أنت تزوّد في الpackage بتاعك، مش لازم تطلّع أكتر من منتج أو أكتر من قطعة، مش عايز أطوّل عليك أكتر من كده وأقول لك حاول كمان على قد ما تقدر تعمل الأساسيات بتاعتك، وهي إن أنت ترجع تعمل retarget للعُملا اللي اشترت منّك، وكمان للعُملا اللي هي عملت add to cart أو initiate checkout ووقفت على كده ترجع تتواصل معاهم سواء عن طريق الmail أو عن طريق واتساب أو زي ما أنت بتتواصل معاهم، لإن دي من الحاجات كمان اللي بتزوّد مبيعاتك من غير ما تدفع أكتر. كل الطرق اللي إحنا قُلناها لحد دلوقتي دي حاجة بتزوّد مبيعاتك من غير ما تدفع ميزانية أكتر في الإعلانات، وخلّيك فاكر نقطة أنا قُلتها في الأول، وهي إن أنت لو زوّدت نسبة الconversion rate بتاعك نُص في المِيّة أو 1% حتى زيادة، ده كفيل يخلّي الprofit يدخل عندك كويس جدًا بإذن الله. أنا حبيت أعمل الفيديو ده سريع كده، ولو في أي حاجة مش واضحة ما تنساش تقول لي عليها في الكومنتات، وإن شاء الله أشوفك الفيديو الجاي، سلام.